للمزيد ينضم إلينا من الضالع العضو في فريق الراية البيضاء علاء الجماعي. سيد علاء، أهلا بك معنا. بداية، كيف تبدو الآن حركة النقل في طريق الضالع صنعاء؟ أولا شكرا جزيلا على دعوتي لهذه المقابلة على قناتكم الموقرة. وأود أن أؤكد على الأهمية الكبيرة لطريق عدن صنعاء. بدون شك طريق عدن الضالع صنعاء يعد شريانا حيويا يربط بين المحافظات ويخفف من معاناة المسافرين ويعزز التبادل التجاري والاقتصادي. ونحن نأسف لما حدث في اليومين الماضيين من احتجاز للشاحنات، أثار قلقا لدى الكثير من المواطنين ونتيجة لخلافات نأمل ألا تتكرر. نحن في الراية البيضاء نناشد جميع الأطراف بأن يجعلوا الطريق أكثر أمانا وتسهيلا لعبور المسافرين وتسهيل حركة الشاحنات دون أي عراقيل. يعني هل رصدتم بالفعل عراقيل واضحة تعيق مرور الشاحنات الآن؟ هل هناك شكاوى من قبل السائقين؟ هل هناك أيضا شكاوى بخصوص الجبايات؟ وصلتنا الكثير من اتصالات من سائقي الشاحنات أنه تم إيقافهم في اليومين الماضيين، وكان نتيجة لخلافات قد تكون سببها يعني جبايات في مناطق أخرى، وأرادوا أن تكون ورقة ضغط من أجل أن يتم رفع هذه الجبايات وأن يسهلوا للشاحنات العبور. نعم. طيب، أنتم في فريق الراية البيضاء يعني معروفون ولكم دور يعني ليس من الآن، يعني هل يعني تواصلتم مع مسؤولين؟ يعني ما الدور الذي تقومون به الآن لحل هذه المشكلة؟ نحن نسعى جاهدين كوسطاء محليين مخلصين بين الأطراف المتنازعة في اليمن لأن نكون عونا في جعل الطرق أكثر أمانا وسلاما لناقلي البضائع والتجار. وقد تواصل الأخ عمر الضيعة مع قيادات أمنية سواء مع الطرف الذي هنا أو الذي هناك من أجل تسهيل عبور الشاحنات، لأن الطريق هو فتح لدواعي إنسانية. نعم. طيب، أشكرك شكرا جزيلا علاء الجماعي، عضو في فريق الراية البيضاء. شكرا لك.